السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في موضوع جديد. كثر عندي واحد السؤال اللي هو انا خدمت استخلاف، يعني هذا الفيديو راح يكون قصير اقصر من اي فيديو كان. الناس اللي خدموا استخلاف، هل عندنا الحق من منحة البطالة؟ هل اللي راهم يخلصوا فيها في الوقت الحالي عندهم الحق؟ ليكيب اللي خدم استخلاف كيف اي استاذ يعني خالص ومسوري عند الدولة. بالتالي اللي يكون مسوري عند الدوله ما عندوش الحق باش يدير منحه البطاله. اللي يكون مسوري عند الدوله وراه يستفاد من منحه البطاله راح يطالبوه باش يرجع الدراهم اللي داها من منحه البطاله. الاستنتاج اللي خدم استخلاف لا بغى خدم شهر شهرين ثلاثة شهور ما يهمناش، عام اي استخلاف كان خدمت استخلاف ما تروحش دير منحه البطاله، لانه لو درتها وعطاوها لك راح تتورط في الوقت الجاي. بزاف ناس سقساو وقال لك يا خويا انا خدمت استخلاف وراني نقص فيها، روح وقفها. الناس قال لك انا خدمت استخلاف هل عندي الحق منحه البطاله؟ لا ما يعطوها لكش، لانه منحه البطاله يقول لك لازم تكون كلين صافي، ما خدمت ما استفاديت من الدوله ما درت حتى حاجه ما والو، تكون صافي باش تدي منحه البطاله. اللي خدم استخلاف عظم الله اجركم، هذه اللي نقولوها لكم. اللي راه يستفاد في الوقت الحالي غير روح صفي اموراتك معهم ووقفها خير ما تطيح في مشاكل اخرى انه تعترون بورسي ومشاكل ما كنتش قدهم ليكيب. الفيديوهات هذو اللي راني نديرهم ماشي غير هكا، ولا على بالي بلي كاين بزاف ناس راح يزعفوا مني ويقول لك انت ملي تجي دير لنا فيديو غير تجعلهم بورسي. ليكيب انا راني هنا دير خير نحلكم في عينيكم برك ما تطيحوش في مشاكل مع الدوله. هذا ما كان. اي استفسار اي سؤال اي حاجه حبينا مرحبا بكم، والسلام عليكم.